تحياتي. حلقتنا النهاردة هتكون حلقة شائكة جدا، لأننا سنتناول فيها قصة ميلاد النبي محمد بعد موت أبيه ب4 سنوات. وده هيكون من كتب التاريخ الموثقة ومن أمهات الكتب الإسلامية المعتبرة والمعترف بها. ولذلك مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة أفتى بإمكانية استمرار حمل المرأة لمدة 4 سنوات بحسب الشريعة الإسلامية، وإن الرجل إذا غاب عن زوجته فترة 4 سنوات ورجع ووجدها حامل بطفل فينسب الطفل إليه. وهذا الفيديو الشهير ممكن تجدوه بسهولة على جوجل وعلى كثير من المواقع والمنصات لمن يريد التأكد يعني. القصة بدأت من زواج عبد المطلب جد النبي محمد وابنه عبد الله اللي هو المفروض أبو النبي محمد في يوم واحد. ونجد في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 95 قال: حدثنا محمد ابن عمر ابن واقد الأسلمي كان زواج عبد المطلب ابن هاشم وزواج عبد الله ابن عبد المطلب ابنه في مجلس واحد، بمعنى ان الاب وابنه تزوجا في يوم واحد. وبذلك يكون النبي محمد ولد بعد وفاة أبيه ب4 سنوات كما سأشرح لكم الآن، لأن من المفروض أن يكون عمر حمزة مساوي لعمر النبي محمد في السن أو أصغر منه قليلا، حيث مات عبد الله أبو محمد بعد شهور قليلة من زواجه، وهذا موثق تاريخيا بالطبع. فإذا وبالمنطق يجب أن يكون عمر حمزة مساوي لعمر النبي محمد لو حملت أمه به يوم عرسها مثل أم النبي محمد. ومن كل مما سبق يستحيل أن يكون حمزة أكبر من النبي محمد لموت عبد الله أبو محمد بعد أشهر قليلة من زواجه، يقال 2 أو 3 أشهر. ومستحيل بالطبع أن تحمل أمنة أم النبي محمد بعد موت زوجها. نرجع لكتب التراث الإسلامي ونرى ما تقول في هذه الحادثة أو الكارثة أو الفضيحة الكبرى بالطبع، فهي فضيحة كبرى، حيث نجد في كتاب السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 139 يقول: كان حمزة أسن من رسول الله ب4 سنين، بمعنى أنه كان أكبر منه ب4 سنين. والسؤال هنا: كيف يكون حمزة أكبر من النبي محمد ب4 سنين بالرغم من أنه المفروض يكون في نفس السن والعمر؟ وهذا نجده في السيرة النبوية اللي هو أهم كتب التراث الإسلامي المعتبرة. وأنا أطالب حضراتكم بالتأكد بأنفسكم من هذه المعلومة ومن كل معلومة قلتها في هذه الحلقة، لأن كل كلامي أخذته من كتب التراث الإسلامي وكتب التاريخ المعتبرة. وقال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب الجزء الأول صفحة 369، أقول لكم تاني كتاب ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب الجزء الأول صفحة 369، وده يعتبر مرجع آخر يؤكد نفس الكلام اللي أنا قلته، حيث قال أيضا أن حمزة كان أسن من الرسول وأكبر منه ب4 سنين. ده هنا مشكلة كبرى. ونجد أيضا في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الثالث صفحة 10 قال نفس الكلام: حمزة كان أسن من رسول الله ب4 سنين. إذن المعلومة موثقة في أكثر من مرجع وعلى لسان أكثر من شاهد. فهل هذا يعني أن النبي محمد ابن زنا أو ابن حرام؟ وهل من المعقول أن يرسل الله عز وجل ابن زنا ليكون رسول له، أو نبي يرسله برسالة للعالم أجمع؟ هل هذا يعقل؟ وهذا هو السؤال الذي يرفض رجال الدين الإسلامي الإجابة عليه أو حتى مناقشته أو طرحه للناس للمناقشة، لأن رجل الدين الإسلامي للأسف الشديد يشعر بأنه وصي على الناس، وأنه هو اللي بيفهم أكتر منهم، وهو اللي يقول لهم إيه الصح وإيه الغلط. فلذلك يرفضون مناقشة أي موضوع شائك أو حساس، ويقول لك هذا يناقشه العلماء وليس للعامة. طبعا شيء مهزلة. لازم الناس تعرف الحقائق، حقيقة زي كده لازم الناس تعرفها. ولذلك سأعيد عليهم السؤال مرة أخرى، هذا السؤال لرجال الدين الإسلامي: إن كان عبد الله أبو محمد قد تزوج في يوم واحد مع عبد المطلب أبو حمزة، ومات عبد الله أبو محمد في نفس سنة زواجه، فكيف يكون حمزة أكبر من النبي محمد ب4 سنوات؟ لكي أساعدكم أيضا على الإجابة لمتابعين القناة الكرام، سأعطيكم معلومة
صادمة بعد الشيء، بل صادمة كثيرا، عن آمنة أم محمد، ومن كتب التراث الإسلامي أيضا المعترف بها، وهي إنها كانت من صاحبة الرايات الحمر، أي من كان يعملون في مجال الدعارة، حيث يوجد حديث لأم النبي محمد يثير الشك في حملها، وإن لها كثير من العلاقات الغير شرعية، حيث نجد في كتاب السيرة الحلبية الجزء الأول صفحة 78 يقول: كانت أمه تقول: إني حملت به فلم أجد حملا قط أخف علي ولا أعظم بركة منه. ومعنى كلامها ببساطة إنها تعرف صعوبات الحمل، وإنها حملت قبله أكثر من مرة، ولكن حملها هذه المرة كان أخف عليها من حملها السابق، وهذا يؤكد على علاقاتها الغير شرعية، وإنها حملت عدة مرات سابقة، حيث في تلك الحقبة الزمنية كانوا يتباهون بأنهم زناة، وإن لديهم علاقات غير شرعية. هي دي فترة الجاهلية، كانوا يتباهون بأنهم زناة، وإنهم كانوا متعدد العلاقات، ولذلك كانت تضع العاهرة على باب خيمتها راية حمراء، وده يعني فخر إنها تعمل في الدعارة. يعني هي العلامة الحمراء دي أو الراية الحمراء يعني هي تعمل في الدعارة، وما كانش في خجل من هذا الموضوع، لأنه كان يعني متعارف عليه. وقال جلال الدين السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى للسيوطي الجزء الأول من صفحة 132 حتى صفحة 135، أنا بديكم المرجع والصفحات عشان ترجعوا إليها يعني. أخرج ابن إسحاق والطبراني والبيهقي، وهؤلاء طبعا من كبار مؤرخي الأمة الإسلامية، قالت أمه: حملت به فما حملت قط أخف منه. وركزوا على كلمة قط، وهنا تؤكد على أن حملها هذه المرة يختلف عن حملها السابق. وقال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء الثاني صفحة 275: قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف علي منه. ويضيف ابن كثير أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة والمتداولة بين أهل السير والمغازي، أي أنه كان حديث متواتر ومؤكد السند ومعروف لكل الناس لأنه كان متواتر. ومن كل مما سبق نستطيع أن نجزم أن آمنة أم النبي محمد حملت أكثر من مرة. والسؤال هنا: حملت من؟ وبالطبع من كل مما سبق نستطيع أن نفهم لماذا ولد النبي محمد بعد موت أبيه ب4 سنوات، حيث أن أمه آمنة كانت متعددة العلاقات الغير شرعية وحملت أكثر من مرة. يعني قبل ميلاده حملت أكثر من مرة، حتى قالت: أنا الحمل ده أسهل من كل الحمل السابق ليا. ولذلك نستطيع أن نتفهم أيضا إفتاء الأئمة الأربعة بجواز حمل المرأة 4 سنين، وذلك لأن النبي محمد ولد بعد 4 سنين من موت أبيه. وبالطبع الأئمة الأربعة اعتقدوا أن بفتواهم هذه يعني أن إمكانية حمل المرأة لمدة تتجاوز 4 سنين هم كده بيستطيعوا ينقذوا سمعة الرسول من اتهام الناس بأن أمه زانية عاهرة. وهذا نفس ما فعله وقام به مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة عندما أفتى أيضا بجواز حمل المرأة 4 سنوات، وذلك أيضا بسبب حمل آمنة أم النبي محمد به لمدة 4 سنوات. ولكن بالطبع كل هذه الفتاوي لن تغير من الحقيقة على أرض الواقع. ومن منكم يستطيع أن يصدق أن يعني هناك حمل يدوم 4 سنين. فهو يعني من يصدق هذا فهو إما إنسان يعني مختل عقليا، أو إنسان مغيب، أو إنسان يكذب على نفسه. وهنا المصيبة أكبر، لأن هذا الإنسان يعرف الحقيقة ولكنه أصبح ممكن نقول عبدا للموروثات والتعاليم التي تربى عليها وكبر، وهو يعتقد أن هذه تعاليم مقدسة وأنه لا يجب أن يناقش أو يسأل. لأن للأسف بعض الشيوخ أو بعض رجال الدين الإسلامي عندما يعني تعطيهم سؤال هكذا من كتب التاريخ ممكن يكفرك، وممكن يعني إيه يتمادى. يعني للأسف أنا أعرف رجال دين عندما تسألهم سؤال شائك بيتعصب وممكن يعني يلصق بك التهم. فدي مشكلة انك انت لا تستطيع حتى ان تتحدث معهم وإلا سيكفروك. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن بالطبع أحب أسمع آرائكم في حلقة النهاردة، ومين مع ومين ضد، وياريت يقولي الأسباب. وهل أنت تعتقد فعلا أن من الطبيعي أن مدة حمل النبي محمد تكون 4 سنوات وأن يتم ميلاده بعد موت أبيه ب4 سنين؟ يعني هل أنت تعتقد هذا أم ضد هذا؟ وماذا تقول في كتب التراث الإسلامي التي توضح الحقائق؟
لن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أنا وضعت كل الحقائق وكل المصادر والمراجع أمامكم عشان تتأكدوا منها، وأتمنى أن نناقش سؤال الحلقة ويتم الإجابة عليه من خلال يعني ردود محترمة برد منطقي وعقلاني. يعني أنا أريد أن الناس تستخدم العقل لا أكثر ولا أقل. هي دي كانت حلقتنا، أتمنى بالطبع أنها تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة.